مش عايزة أعمل إعلانات الشهر ده بجد بادجت كبيرة قوي عليا. اوكي، انتي مش محتاجة تعملي إعلانات طبعا. أمال بعمل إيه؟ انتي بتعملي كونتنت ولا معتمدة كله على الإعلانات؟ لا، أنا على طول بعمل إعلانات أصلا. بصي، الصح إن انتي تعملي كونتنت الأول وبعد كده تعملي إعلانات. يعني إيه؟ يعني انتي المفروض في الأول إن انتي تعملي كونتنت يبني علاقة قوية مع الفئة المستهدفة بتاعتك، وبعد كده تبتدي إن انتي تعملي إعلانات. طب أنا إزاي بعمل كده؟ بتعملي كده من حاجة اسمها استراتيجية محتوى. اوكي، دي يا ستي بتكون عبارة عن انت في الاول بتفهمي الفئة المستهدفة بتاعتك مين، وبعد كده بتفهمي ايه هو نوع المحتوى اللي هما بيحبوه، ايه هي الرسائل المحددة اللي انت محتاجة ان انت تبعتيها لهم، فبتعملي لهم محتوى هما يحبوه ويبقوا عايزين ان هما يتفرجوا عليه. فانت هنا عندك ايه؟ انت عندك انستجرام، الحاجة المهمة بالنسبة له ان هو يخلي الشخص اللي قاعد على انستجرام يقعد على انستجرام كتير. فلما بيلاقي ان المحتوى اللي انت عاملاه عاجب ناس معينة بيطلع لهم المحتوى بتاعك اكتر عشان هم يتفرجوا على انستجرام اكتر. فانت كده المحتوى بتاعك بيطلع للناس اللي انت عايزاه يطلع لهم، من غير ما تبقي قاعده طول النهار عماله بتدفعي في اعلانات ومش طالعه تجري ورا الابديتس بتاعت الخوارزميات طول الوقت. اوكي، ازاي اعمل كده بقى؟ الكورس بقى بتاع الانستجرام ريلز اللي انا عاملاه لك بيعلمك ازاي تعملي استراتيجيه للريلز بتاعتك، بحيث ان انت لو عايزه تكبري الاكونت بتاعك تقدري انت تكبري الاكونت بتاعك، لو عايزه تبيعي تقدري انت تعملي محتوى عشان يبيع، وهكذا. اكتبي في الكومنتس تحت ريلز واحنا هنبعت لك التفاصيل.